اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطأ للاعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطأ على لعيب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وبرده هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا لعيب الزمالك بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي مفيش اي التحام زي ما احنا ما شايفين مع بعض. في اللقطه دي مفيش اي التحام بالقدم. بعد اللقطه ديت على طول الاثنين لعيبه عملوا التحام مع بعض، فطبعا هنا التحام مشترك، فمفيش اي مخالفه على اي لعيب من الاثنين. طبعا مفيش ضربه جزاء وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا برضو لعيب الزمالك كان بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض اول حاجه هنا لعيب الزمالك بره خط ال 18، فاي التحام بره خط ال 18 الفار طبعا ما ينفعش يتدخل فيه. لكن لما نشوف مع بعض هتلاقي لعيب نادي الزمالك هو اللي عامل التحام مع لعيب مودرن سبورت زي ما احنا ما شايفين مع بعض. بص هنا قدم لعيب الزمالك داخل بالاسترزاد في قدم لعيب مودرن سبورت، فطبعا هنا لو في مخالفه هتبقى على لعيب الزمالك، وطبعا هنا مفيش ضربه جزاء زي ما قلنا ان اللاعب بره خط ال 18 وهو كمان اللي عامل المخالفه. نروح للحاله اللي بعديها، هل هنا في ضربه جزاء على لعيب الزمالك ولا لا؟ لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب الزمالك استخدم اليد ومنع لعيب مودرن سبورت ان هو يعدي، وهنا الحكم ما حسبش حاجه والفار كمان ما اتدخلش. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول لصالح لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في التحام بالقدم، طبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطأ على لعيب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه على قدم لعيب مودرن سبورت، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، الحلقه دي مهمه جدا. هنا لعيب نادي الزمالك كان بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هل في التحام ولا لا. اول حاجه هنا لعيب مودرن قدام لعيب نادي الزمالك. بص بقى على لعيب نادي الزمالك، هو اللي عمل التحام بالقدم، يعني هو اللي حاول يصطنع الالتحام. لما نشوف مع بعض هنا هو برضو من الصوره الاماميه هتلاقي لعيب مودرن ما عملش اي حاجه بالقدم، يعني هنا القدم ما غيرتش اتجاهها، ما حاولش يمنع لعيب نادي الزمالك ان هو يعدي. لكن لما نشوفها من الزاويه ديت هتلاقي لعيب نادي الزمالك هو اللي فتح رجليه علشان يعمل معاه التحام، يعني هنا اللاعب هو اللي تعمد يحط رجليه في طريق لعيب مودرن علشان يعمل التحام وياخد ضربه جزاء. لكن طبعا هنا الحكم كان قريب جدا من اللعبه فما حسبش حاجه، واكد عليها برضو حكم الفار. فطبعا احنا برضو مع الحكام ان مفيش ضربه جزاء. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا نروح للحاله اللي بعديها وهنا خطا لصالح لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي ان هو في تدخل بقوه من لعيب مودرن على لعيب نادي الزمالك، هنا الحكم حسب. نروح للحاله اللي بعديها، هنا في تدخل بقوه على قدم لعيب نادي الزمالك، وهنا الحكم ادى اللاعب انذار وساب اتاحه الفرصه، وطبعا قرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه نادي الزمالك وفريق مودرن سبورت.